السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت نعطيكم معلومة على أوراق البصل أو الثوم أو يعني الخضر الخضراء. يعني الأوراق مفيدة جدا للدجاج، خاصة لما يبقى في مرحلة، يعني لما يوصل مرحلة التبويض، يعني أو يعني يصبح يبيض، يعني سيساعد جدا على إنتاج البيض. مثل ما قلت لكم، البصل الأخضر يساعدهم على إنتاج البيض يعني بشكل جيد. حتى المادة، يعني يجب عليكم أنكم تراعوا المادة اللي تعطوها للدجاج تاعكم، لأنها هي السبب الرئيسي في أي شيء يحصل للدجاج، يعني سواء كان سلبي أو إيجابي. كما راكم تلاحظوا، يعني عندنا يعني نطلقوهم بين مدة ومدة، يعني نفتحوا عليهم القوس ونخلوهم يخرجوا، يعني خاصة لما تولي الشمس، لما يولي الجو مغيم أو يعني مكان الشمس، فلا داعي إنكم تخرجوهم من مكانهم. يعني كما راكم تشوف فيهم عدة ألوان وعدة أشكال، ما شاء الله. يعني اللي راهم يشربوا راهم عطاشوا، واللي راهم ياكلوا راهم جيعانين. يعني مثل ما قلت لكم في الأول، عطيتهم ورق البصل، يعني كلاو منه شوية، ومن بعدين لما خرجوا راحوا للمادة وراحوا للماء، كما راكم تلاحظوا فيه. يعني ياخذوا حقهم من الماء وياخذوا حقهم من الأكل كذلك. بمجرد ما أنهم يرووا، يعني يشربوا الماء، خلاص ما يعودوش يرجعوا يشربوا. الآن راحوا ياكلوا. هذه الوحيدة فقط اللي كانت تاكل، راهي رجعت تشرب. دائما هذه المناوشات موجودة فيهم. يعني مثل راح نوريكم هذم، يعني الاثنان الصغار هذم البيوضة، يعني دائما هم اللي يسببوا المشاكل تقريبا.
إنه كان يوجد 2 بيوضة كبار ويوجد 2 بيوضة صغار، يعني مش صغار، هما نفس السن لكن سمام يعني. كذلك يعني في بعض المرات يتركوا المادة نتاع الأكل نتاعهم، ويعني يبقاو يبحثوا في الأرض، يعني إذا موجود عندكم دود أو ما شابه مثل ما راكم تشوفوا فيهم، يعني تركوا الأكل وجاو هنا ياكلوا في الحشيش. يعني موجود كذلك البصل الأخضر، يعني هنا مغروس البصل الأخضر كما راكم تلاحظوا. رجعوا النقطة الأولى اللي هي نقطة اللي هو الماء، يعني رجعوا يشربوا بعد ما بذلوا جهد. لاحظوا يوجد واحدة رجعت لمكانها. إن شاء الله. يعني نصيحة مني، يعني لازم تدخلوا لهم الخضر أو الحشائش في النظام الغذائي، يعني مثل ما قلت لكم، مثل البصل العادي أو بصل أخضر مثل الثوم، تقدروا تضعونهم في الماء أو تعطونهم هكاك يعني أخضر يعني عادي. الزنجبيل، الفلفل الحار، كل هادم يعني ملاح للدجاج، خاصة في الفترة اللي تصبح الدجاجة أنها قادرة على أن يعني تكبر، تصبح على أنها قادرة أنها تبيض. تستطيعون أن تحطوا لهم الخضر إذا ما كانش الدجاج تاعكم ياكلها، تحطوها لهم داخل الماء يعني عادي. هاد الاثنين دائما مع بعضهم، سبحان الله، دائما يتبعوا بعضهم عكس الآخرين. لاحظوا هذيك الدجاجة تركت الصحن تاعها وراحت للأرض.